السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بشكركم يا جماعه على التفاعل على الفيديوهات، يا رب تكون بتعجبكم وبتفيدكم. طبعا النهارده كان حد كلمني وعملنا جلسه مع بعض كده عن حاجه مهمه اللي هي طبعا الراجل جاي بيشتكي ان هو متضايق جدا، وحاسس ان هو ما بقاش طبيعي، وحاسس ان هو في حاجه معصباه جدا، وان هو مش عارف يشتغل، وان هو حاسس ان هو عايز يسيب الشغل بكل الطرق، وان هو حاسس ان هو بقى قريب من ان هو يبقى فاشل. طيب، لما قعدنا اتكلمت معاه وقعدت خدنا ودينا شويه في الكلام، اكتشفت ان المشكله في الشغل، في الناس اللي بيشتغل معاهم، في رؤسائه. فحبيت النهارده اجي اعمل فيديو عن حاجه او علامات اللي هي بتدل على ان الناس اللي حواليك بتحاول تحبطك او تفشلك. طيب، دلوقتي يا جماعة احنا كلنا بنشتغل، وكلنا بنحاول ان احنا نوصل لحاجة في شغلنا. بس طبيعي ان بيبقى في ناس مثلا عايزة تقلل الناس اللي بتشتغل، غيران منك في حاجة، بيحقد عليك في حاجة، عايز يضايقك بطريقة معينة، عايز يمشيك من الشغل، عايز يخليك تحس ان الشغل ما بقاش مكان مناسب ليك، ان بيئة العمل سامة، يعني المكان اللي انت شغال فيه عامة بقى سام. فبيبتدوا يعملوا حاجات عشان يبتدوا يخلوك تزهق، تتضايق، تغلط، يبتدوا يخلوك ادائك يبقى سيء. كل ده بيحاولوا يعملوه. طب هنعرف منين الكلام ده؟ هتلاقي حاجه من الحاجات دي. اول حاجه، انت طبعا لازم تصدق احساسك من جوه. الغريزه عندنا بتشتغل بطريقه كويسه لما يكون احنا بنحاول نشتغل ومهتمين بشغلنا، وحد يجي يحاول يحبطنا، فالغريزه هنا بتشتغل. طبعا في الاول انت بتاخد الموضوع على اساس ان هو تعليمات، على اساس ان هو هم بيحاولوا يخلوك احسن الكلام ده. لكن مع تكرار المواضيع انت بتبتدي تحس ان الموضوع مش الغرض منه ان هم يساعدوك او ان هم يخلوك تبقى احسن، لا، قد ما الغرض منه ان هم يضايقوك او يخلوك متضايق. طيب، اول حاجه طبعا انت طبعا بتبتدي تحس ان انت مره واحده كده او فجاه حاسس ان انت متضايق، مش طايق نفسك، مخنوق لما بيبقوا حواليك. كميه الحقد والطاقه السلبيه والنظرات، حتى لما عينيك تيجي في عينيهم والكلام ده، بيقول ان هو في طاقه سلبيه منتشره في المكان، وبيقولوا ان هم بيحاولوا يضايقوك. فالغريزه هنا بتشتغل وبتحسسك ان انت صح ببساطه. تاني حاجه، هم طبعا بيحاولوا يقللوا من احترامك لنفسك. ازاي؟ عن طريق ان هم طبعا يبتدوا يرخموا عليك شويه في الكلام، يبتدوا يحسسوك ان لا انت عامل ده غلط، لا انت ما بقتش مركز، لا كذا، او يقول كلمه مثلا يا عم بقى ما تضايقناش بقى يا عم كذا كذا. فتبتدي انت توصل لك احساس بالدونيه، ان انت اقل منهم، او ان انت مش شايف شغلك صح، وتبتدي احترامك لنفسك يقل. قاوم الاسلوب ده بكل الطرق، يعني حاول ان انت ما تخليش الاحساس ده يوصل لك باي طريقه. لا لا لا، يعني ابعد عنه خالص، ابعد الاحساس ده من جواك خالص، ابعد اي احساس سلبي. تالت حاجه، هم بيبتدوا يعملوا كتير تغييرات كتير في الشغل وفي طريقه الشغل عشان يخلوك تغلط، عشان تبتدي تتضايق وتزهق. ما انت مش عارف ايه اللي بيحصل، فتبتدي تتضايق او تزهق، او تبتدي انت من كتر التغييرات تغلط، ويرجع يحاسبك يقول لك مثلا هتعمل واحد، تقوم انت عامل واحد، لا لا ما احنا هنعمله بطريقه اتنين، لا لا احنا هنعمله بطريقه صفر. فتبتدي انت تتلخبط. كمان بيبتدوا يقللوا الوقت اللي بيقعدوه معاك او يقضوه معاك. هم طبعا بيتامروا عليك او هم عايزين يمشوك، فيبتدوا يعملوا ايه؟ مش عايزين يبينوا لك ده، فيبتدوا يتعاملوا معاك على ان الموضوع عادي وان مفيش حاجه. بس الوقت اللي بيقعدوه معاك، او الطريقه اللي كانوا بيتكلموا بيها، او الاسلوب اللي كان فيه موده بينك وبينهم، بيبتدوا يقللوه عشان هم مش عايزين يتكشفوا، بس في نفس الوقت هم مش عايزين يقعدوا معاك. كمان بيبتدوا يدققوا لك في الحاجات الصغيره قوي، يعني اقل حاجه يبتدوا يدققوا فيها، حتى لو هم عمرهم ما اتكلموا في طريقه الشغل، في اللبس، في كذا كذا كذا، يبتدوا يدققوا. لا انت بتاخد وقت اكتر، لا انت خدت 5 زياده. فيبتدوا الموضوع يبقى عندك مش مظبوط. مش مظبوط ان انت تفهم الكلام بالطريقه دي، مش مظبوط ان انت تحس الموضوع ده. فطبعا هم بيحاولوا يعملوا كده، انت ما تديلهمش الفرصه ان هم يوصلوك لكده.
يبتدوا طبعا يخلوك تمشي على قشر بيض وانت بتتعامل معاهم. يعني ايه امشي على قشر بيض؟ يعني تبتدي انت حاسس ان هم مش طايقينك، او بيتعاملوا معاك بطريقه مش طبيعيه، او بيزهقوك، فتبتدي انت من نفسك او من جواك كده تبتدي طب اعمل كذا عشان كذا، فانت متلخبط مش عارف ايه اللي يرضيهم وايه اللي هيضايقهم، فتبتدي تحسس في كل حركه، فتبقى انت اللي محطوط تحت ضغط، وانت اللي مش عارف تعمل ايه ومش عارف تشتغل، فتبتدي تغلط. طيب كمان يبتدوا يلعبوا عليك نفسيا كمان زياده، ان هم يبتدوا يدوا لك كده او يعرفوك اشاعه كده ان في ناس هتمشي من الشغل، ان اصحاب الشغل بيفكروا يمشوا ناس، ان الموضوع ما بقاش ماشي قوي فهيمشوا ناس، فتبتدي انت عايز تتاكد من المعلومه، فتبتدي تسال زمايلك حد سمع حاجه زي كده، حد عارف حاجه زي كده، يقوموا هم بقى يبتدوا يكذبوا الموضوع ده، بس في نفس الوقت هم خلوك انت مصدر الشائعه. ابعد عن الموضوع تماما، ما تفكرش فيه وما تسالش، وحط الموضوع ان كل حاجه بايد ربنا، ان هم يمشوك او ان هم يقعدوك دي بتاعت ربنا. وفي نفس الوقت كمان ان هو لو الخير ليك ان انت تمشي فانت هتمشي. وهقول لك على حاجه كده، لو يعني لو هم كلهم اجتمعوا عشان يمشوك، وده حديث ما معناه ان هم لو كلهم اجتمعوا عشان يضروك مش هيضروك غير لو ربنا عايز كده، ومش هينفعوك غير لو ربنا عايز كده. يبتدوا كمان يكلفوك بحاجات خارج التخصص بتاعك. طيب ده عشان حاجتين، اول حاجه ان انت تتحط تحت ضغط ان انت تبتدي عايز تعمل الموضوع ده على اكمل وجه، مع انه مش تخصصك، بس عايز تثبت لهم ان انت قد اي حاجه، فتبتدي تضغط، وحتى لو عملته صح هم هيشوفوا ان انت هيطلعوا لك فيه غلط. تاني حاجه ان انت تغلط، يعني مش بس ان انت كمان بتحاول فانت كذا، لا ان انت تغلط. يبتدوا يدوك طبعا بعد ما عملوا الكلام ده، وبعد ما قالوا لك تعمل حاجه مش في تخصصك، يبتدوا يدوك في اللي هي ان هم يقيموك في التقييمات، يبتدوا يدوك اداء سيء عشان يبتدوا يحسسوك ان انت مش كويس. يبتدوا كمان وفي نفس الوقت كمان عشان يبقى عندهم الدافع والفرصه والهدف الغرض من ان هم يمشوك، كمان يبتدوا يدوك فكره ان هم يتجاوزوا معاك في الحدود. يا عم بقى انت ما بقتش مركز، يا عم بقى ده انت بقيت غريب، لا انت بقتش تفكر، لا انت كذا، فتبتدي انت تتحط تحت ضغط، وتبتدي تحس ان انت فعلا في مشكله عندك. طريقة التعامل معاك كمان تبتدي تبقى ما تبطأش، الاسلوب البصة الكلام بطريقة كذا، كل ده ما يبقاش كويس. يبتدوا كمان يخلوك ما حدش يساعدك، يعني ينبهوا على الناس لا كل واحد يلتزم بشغله، لا ما حدش يكلم حد، لا ما تجاوبش على كذا، لا انت ده شغلك ما لكش دعوة بشغل غيرك كذا كذا. فيبتدوا يقللوا ان حد يساعد حد عشان يطلعوك انت فعلا وبس اللي غلطان. كمان يبتدوا وانت مش موجود يدوروا في حاجتك، فانت تبتدي تحس ان حاجتك مش طبيعيه، يعني مش زي ما انت كنت حاططها، الحاجه مش مظبوطه، في حاجه مش طبيعيه. كمان يبتدوا يتهموك بغلطات مش من تخصصك ومش انت اللي عاملها، عشان يوصلوك ان انت تبتدي تتعصب وتبتدي تتنرفز وتبتدي عايز تعمل لا ما انا عايز ادافع عن نفسي، لا بمنتهى البرود، انت بتتكلم في الاول عادي، لا بمنتهى البرود، انت اللي عملت كده، انت عشان تتعصب، عشان تتنرفز، عشان تغلط في الكلام، عشان يبتدوا يبقى عندهم الدافع وعندهم اللي يخليك تمشي من الشغل. فخلي بالكم يا جماعه من الحاجات دي. وفي نفس الوقت كمان انت كواحد واثق في نفسه وشغال وعندك شغلك ده بتشتغله بمهاره بقالك فتره، حاول تقاوم الحاجات دي كلها، وحاول ان انت تحط حدود للتعامل، ومن الاول خالص ابتدي يركز في الكلام وابتدي يركز في الافعال، وما تديش لحد الفرصه ان هو يضغطك. ولما حد يحاول يفرض عليك طريقه شغل او يغيره في الشغل او يبتدوا يكلفوك بحاجات جديده او الكلام ده، اشتكي للي اكبر منهم او اشتكي او حط قدامهم الموضوع، طب انا الموضوع ده مش بتاعي، انا ان انا هعمله ده ممكن يكون فيه غلط، فانتوا لازم تبقوا عارفين ان الموضوع ده هيبقى فيه غلط، هيبقى فيه كذا، لا لو سمحت حضرتك اتعامل معايا بطريقه احسن شويه، لا ما هو حضرتك دلوقتي لو انت كذا كذا. حطهم برضو في حته معينه، بصوا يا جماعه انا دلوقتي مش عارف في ايه، طب لو انت شايفني مش اهل الشغل قول لي بقى عشان ابتدي احسن من نفسي. قول لي احسن من نفسي ازاي؟ حطهم في خانه اليك. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.